السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الهريسة المغربية او الفلفل الحار بطريقة اللي سهلة وناجحة 100%، كتجي خاترة ومذاق رائع بدون مواد حافظة او بدون ملون. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتعليق الفيديو باش تشجعوني. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ونبداو على بركه الله. لتحضير الهريسه غادي نحتاج نصف كيلو من الفلفل الحار هاد الصغيره هذه اللي كتكون على هذا الشكل هذا، وعندي هنا 3 حبات ديال الفلفله الحمراء حلوه اللي كتكون كبيره. كنستعملوا الفلفله الحمراء حلوه باش كتخف لينا حده الحار، حيت الفلفله الصغيره كتكون حاره بزاف. هنا غسلتها مزيان واستقطرتها. غادي نبدا في الاول الفلفله اللي حلوه، غنحيد ليها الراس الاخضر ونحيد لها الزريعه اللي كتكون لداخل ونقسمها على 4 بهذه الطريقه هذه، وكنحطوها جانبا في واحد التفصيل على ما نسيرو الفلفله كامله. ومن بعد غادي ناخذ الفلفله الحاره حتى هي بنفس الطريقه نحيد لها الراس الاخضر. ومن الاحسن نستعملوا هنا الليقه او القفازات ديال اليد، من الاحسن حيت الفلفله الحاره كتكون حاره بزاف، خاصكم تردوا معها البال. كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنسير الفلفله كامله اللي عندنا. وهنا من بعد ما قطعت الفلفله ديالي كامله ونقيتها، وهنا خديت الكسكاس ديالي غنوضع فيه الفلفله الحمراء والفلفله الحلوه بهذه الطريقه، وضعتها كامله. غنضيف عليه 3 الفصوص ديال الثوم حتى 4 على حسب الرغبه ديالكم. واللي كنتوفر عندكم ورق الرنف نضيف واحد الورقه حتى 2، انا ما كانش متوفر عندي. ودابا غنديرو طيبها من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. هنا من بعد ما طبت خليتها بردت واحد شويه، غير بردت شويه، وضعتها في واحد الهاشوار، ممكن ديروها غير في المونينيكس اولا الطحال الكهربائي، وغنطحنها مزيان. ملي طحنتها ولات عليها الشكل هذا كيف ما كطيحتو معايا، وضعتها في واحد المقلاة. غنضيف فيها واحد عصير ديال الحامضه، وواحد نصف معلقه صغيره ديال الملح، ما تكتروش ملحه بزاف. غادي نضيف واحد 3 معالق كبار ديال زيت المائده، ممكن تستعملوا زيت الزيتون عندكم الاختيار. وغادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الكمون، ولا عندكم قزبر يابس مطحون فضيفوه ملعقه صغيره حتى هو كيعطي واحد المذاق اللي زوين. غنخلط كلشي مزيان، ندير على البوطه طيب من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه حتى كتشوفوها عقدت لينا مزيان، وعاد نطفيو عليها. وهنا من بعد ما طابت ولات على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. دابا غنوضعها في واحد القراعي وهي سخونه. خديت قرعين ديال كونفيتير خاويين اولا ديال مطيشه ملي كيخاو كتغسلوهم مزيان كتحتفظوا بهم. انا غسلتهم مزيان ونشفتهم، وجبت واحد البولين درت فيه في الماء الساخن وخليتهم فيهم واحد 5 دقائق حتى كتعقموا مزيان. كتحطهم فوق واحد المنديل حتى كينشفوا مزيان، ما كيبقى فيهم حتى شي قطره ديال الماء. ومن بعد كتعمروا فيهم الهريسه وهي سخونه بهذه الطريقه. نعمروهم كاملين. منين كتساليو بالتعمار ديالهم فكتمسحوا داك بلاصه ديال الغطايه فين غادي تسدوا الغطايه. كتسدوهم باش ما يبقاش يدخل لهم الهواء، كتحطوا بهم في الثلاجه. كاينه الطريقه هذه والطريقه الثانيه اللي كديروا هذوك اللي كيديروا فيهم المكعبات ديال الثلج، كتعمروهم مزيان تدخلوه في المجمد واحد 3 السوايع، وفاش كيجمدوا كتحيدوهم من داك العلبه وتوضعوهم في واحد الكيس بلاستيكي خاص بالثلاجه.
وفوقاش ما كتحتاجوا الهريسه كتجبدوا واحد المكعب اولا جوج على حسب الرغبه، كيبقاو مده طويله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الهريسه. كتحتفظوا بهم في الثلاجه. انا هنا خديت شويه قدمتهم مع الحامض، كتجي خاتره وزوينه بزاف، واهم حاجه المذاق ديالها رائع، كتجي افضل مليون مره من هذيك اللي كتشريو من برا اللي عامره بمواد حافظه. كتصيبوا شي حاجه اللي زوينه ونقيه في الدار ديالكم. وإلا عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتعليق الفيديو، وإلا كنتو اول مره غادي تزوروا القناه مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا على المتابعه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.